السلام عليكم. ازاي تجيب تقدير امتياز في سنة اولى لو انت لسه لحد دلوقتي ما ذاكرتش اي حاجة وما تعرفش اي حاجة في المنهج اللي عليك؟ هقولك على كام حاجة كده وكام تركاية بسيطين جدا. ان شاء الله باذن الله لو انت عملتهم هتقدر ان انت في النهاية تجيب تقدير امتياز، ولو ما جبتش تقدير امتياز على الاقل هتجيب تقدير جيد جدا. ولكن لازم اهم حاجة تطبق كل حاجة انا بقولها لك وتكون تراست مي على الاقل، لان انا مريت بالاكسبيرينس بتاعتك ديت وعارف اجواء المعهد عامله ازاي والنظام جوه عامل ازاي. بس قبل اي حاجه بحب ان انا افكرك ان انت تنزل تعمل لايك للفيديو. يعني مفيش داعي ان انا اقول لك اعمل لايك، لان انت لازم تعمل لايك، ده ذوقيا منك. ولو انت مش مشترك في القناه تنزل حالا تشترك في القناه علشان يوصلك جديدنا اول باول. بص يا صاحبي، قبل ما تعمل اي حاجه وقبل ما تذاكر وقبل ما تعمل اي حاجه، حاول على قد ما تقدر ان انت يكون معاك اخر 10 امتحانات من كل السنين اللي فاتت. ده شيء اساسي بالنسبة لك اذا كنت في سنة اولى او حتى كنت في سنة تانية. الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت ديت لازم 100% تكون معاك. وكمان مهم جدا ان انت يكون معاك كل المذكرات بتاعت كل المواد اللي عليك. يعني انت لو مفيش معاك الكتب بتاعت المواد اللي عليك، على الاقل ابسط حاجة ان انت يكون معاك المذكرات اذا كانت بصيغة البي دي اف، او اذا كانت معاك ورقي في ايدك فتمام جدا. المذكرات ديت يا اما انت بتاخدها من خلال الكورسات، يا اما ان انت بتاخدها من المكتبة، تروح تشتريها من المكتبة القريبة من المعهد بتاعك، او ان انت بتاخدها من زمايلك اللي حواليك وبتصورهم. ففي كذا طريقة ان انت يبقى معاك المذكرات دي. فانت لازم يبقى معاك المذكرات بتاعت المادة، ولازم يبقى معاك على الاقل، شوف، على الاقل اخر 10 امتحانات من المادة بتاعتك ومن امتحانات المادة اللي عليك لكل المواد اللي عليك. طيب انت هتبتدي تعمل ايه بقى الفترة الحالية؟ لان انت خلاص انت داخل على امتحانات الفاينل، كلها ايام معدودة. يعني انت خلاص انت قربت على الامتحانات. فتعمل ايه بقى؟ اول حاجة تعملها ان انت، وده خطأ كارثي كلنا كنا بنقع فيه وكلنا بنقع فيه وما زلنا بنقع فيه، ان انت لما بتروح تذاكر المادة لو انت فايتك فيها كتير بتروح تذاكرها من اولها. وده غلط كبير قوي انت بتقع فيه. لان انت لما تروح تذاكر المادة من اولها، اصلا اللي في الاول ده ما بيجيش كتير منه في الامتحان. دايما التركيز كله بيكون على الشباتر الاخيرة، اخر شابترين او اخر 3 شباتر، دول اللي بيتركز عليهم في الامتحان وبيجي منهم كتير قوي في الامتحان الفاينل بتاعك. انما الاجزاء الاولانيه ديت بتيجي بقى يا اما في صيغه كويز، يا اما بتيجي في صيغه امتحانات الشهور بتاعتك او امتحانات الميد ترم، فما بتتكررش كتير في امتحانات الفاينل بتاعتك. فده خطأ كبير قوي ان انت بتعمله. وفي حاجه كمان، ان انت لما بتروح تبتدي المادة من الاول فانت اصلا بتحبط اوتوماتيك، اللي هو انت بتقول ياه لسه هبدأ من الاول ولسه هذاكر كل ده، انا لسه قدامي فيها كتير. فلا، لو حابب تبتدي تذاكر ابدأ ذاكر من ورا لقدام. ابدأ ذاكر المادة من ورا لقدام. يعني خدها من شابتر 4، شابتر 3، شابتر 2، شابتر 1. ده لو المادة 4 شباتر، انا بديك اكزامبل بس. فلما انت هتذاكر من ورا لقدام، في حاجات كتير قوي ما بتبقاش معتمد على بعض. ولو انت مثلا جيت تذاكر من ورا لقدام وجيت تكتشف ان في حاجات الشباتر الاخيره معتمده على الشباتر الاولانيه، مفيش مشكله ان انت تروح تبص بصه سريعه على الجزء اللي انت بتذاكره دلوقتي علشان تبقى فاهمه، علشان يبقى انت ذاكرته من الاخر للاول، فيبقى انت لميت الدنيا مع بعض. فلما انت هتبتدي من اخر المادة لاولها، فده هيساعدك ان انت لميت كم كبير قوي بيجي في الامتحانات، وفي نفس الوقت يبقى انت اصلا بتذاكر اللي انت بتاخده دلوقتي، فبالنسبة لك اصلا لسه فريش لسه طازة، فسهل جدا ان انت تفهمه وسهل جدا ان انت تستوعبه بسهولة. اللي بتشرح لك دلوقتي في المحاضرات هو ده اللي انت حرفيا الانسب بالنسبة لك ان انت تبتدي بيه، ان انت تبتدي ان انت تذاكره. حتى لو انت مش مذاكر اي حاجة قبل كده، اللي تاخده النهاردة هو ده اللي انت تبتدي تذاكره النهاردة، لان ده بنسبة كبيرة قوي هو ده اللي هيجي في الامتحان. وفي نفس الوقت لما انت هتذاكره دلوقتي هيكون بالنسبة لك سهل ان انت تفهمه وصعب ان انت تنساه بعد كده، عكس تماما لما انت تاخد حاجة جديدة النهاردة فتركنها علشان خاطر انت عايز تبتدي من الاول خالص، وعلى بال ما توصل لها تاني هتكون اصلا انت نسيتها ونسيت اللي فاتك. فيبقى اول حاجة تبدأ تذاكر من ورا لقدام، من نهاية المادة لبدايتها. والله لو انت جيت تذاكر من اخر المادة ومشيت على الاقل نصها اللي هو الاخير ده، فانت هتدخل الامتحان انا متأكد 100% ان انت هتجيب فيها تقدير كويس جدا جدا جدا. وقد يكون كمان ان انت ممكن تقفل فيها المادة، لان زي ما قلت لك الاجزاء الاخيرة ديت بتركز بنسبة خلينا نقول 90% من الامتحان بتاعك. فدي اول نقطة.
تاني نقطة مهمة جدا جدا، وركز قوي في الكلام اللي انا اقوله لك ده، لو انت حسيت ان الدنيا متبهدلة معاك وحسيت ان الدنيا وقعت منك خالص وحسيت ان انت مش عارف تلم الدنيا والدنيا اسودت في وشك خالص، في حل سحري انا كنت بعمله بصراحة لما كنت في فترة المعهد، وهو ان انت تجيب اخر 5 امتحانات، وركز قوي، تجيب اخر 5 امتحانات للمادة وتبتدي ان انت تطلع الاسئلة اللي فيها وتبتدي ان انت تحلهم وتحفظ الاجابات بتاعتهم. هقول لك ده سببه ايه. بكل بساطة انت لازم يبقى معاك اخر 10 امتحانات زي ما قلت لك، تمام؟ الفكرة في المعهد او فكرة التعليم الفني اصلا مش زي تماما الثانوية العامة ومش زي الكليات. الامتحانات في الدبلوم او في المعاهد الفنية يا جماعة بتتكرر بشكل كبير قوي، يعني ممكن تلاقي امتحان السنة دي زي امتحان السنة اللي قبل اللي فاتت او قبل اللي فاتت. ممكن بتحط حاجات بسيطة كده وسط السطور كده وسط الاسئلة بتبين الطالب المتفوق عن الطالب اللي تعبان والجو التعبان ده، ولكن لما انت هتجيب اخر 5 امتحانات فرضا هتطلع منهم 15 سؤال بيتكلموا وبيتمحوروا حوالين المادة بتاعتك، فبالتالي انت معاك 15 سؤال على الاقل هتضمن 90% من الامتحان بتاعك اللي انت داخله. ده انا بقول لك تعمل ده لو انت الدنيا اسودت في وشك خالص، بس الافضل ان انت تبتدي ان انت تذاكر زي ما قلت لك من شويه، وبعد كده تقعد بقى كده قبل الامتحان بتاعك تبتدي تحل ال5 امتحانات اللي انا قلت لك عليهم دول، وتشوف الافكار وافكار المسائل اللي بتجيلك عامله ازاي وتبتدي ان انت تحفظها. وانا متاكد ان انت هتدخل الفاينل بتاعك هتلاقي في حاجات كتير قوي من اللي انت ذاكرتها في الامتحانات بتيجي في الامتحان بتاعك. فلما انت حرفيا تجيب اخر 5 امتحانات دول وتبتدي ان انت تطلع الاسئله في كشكول عندك، الاسئله كلها تطلعها في كشكول من غير ما تحلها، وكده كده اوريدي معاك المذكرات. لو طلعت لك 15 سؤال 10 اسئله بس يا سيدي بافكار مختلفه وافكار متنوعه، وتجيب المذكرات وتبتدي تشوف السؤال في المذكره وتطلع اجابته وتحل الاجابات بتاعتك او تحل الاسئله بتاعتك ديت في كراسة معاك او في كشكول معاك، فيبقى انت خلقت لنفسك مذكرة حرفيا تذاكر منها، مش محتاج تبص على بقية المذكرات اللي معاك. وعلى الاقل انت كمان مرنت نفسك ومرنت عينك ومرنت ايدك على افكار الامتحانات اللي بتجيلك، فيبقى انت ضربت 3 عصافير بحجر واحد حرفيا، مش عصفورين بس بحجر واحد. فحاول تطبق ده الفترة الحالية وصدقني هيفرق معاك جدا 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 في فترة الامتحانات، وبالذات لو انت في سنة اولى. انت في سنة اولى كده كده اصلا طبيعي انت مش محتاج تجيب تقدير، انت في سنة اولى محتاج ان انت تتخرج من سنة اولى على الاقل ان انت ناجح منقول لسنة تانية. انما وانت في سنة تانية فالتقدير بيفرق معاك 100% التقدير بيفرق معاك، حتى تقدير سنة اولى هيفرق معاك جدا. بس برضو الكلام ده بينطبق عليكم انتوا الاتنين. لو انت في سنة تانية اعمل ده وهتلاقي ان في نتيجة ان شاء الله. يعني حاول ان انت تضغط نفسك وتزنق نفسك الفترة الحالية وتعمل اللي انا قلت لك عليه بالظبط، تبتدي المادة من الاخر لقدام وتبتدي ان انت تجيب الامتحانات. كل ما هتكتر في حل الامتحانات صدقني ان كل ده ما هيديك ثقة وهيديك اولوية ان انت تحل كويس قوي في الفاينل بتاعك ده لو الدنيا ضاقت عليك تماما. انما انت لسه اكيد لسه معاك وقت، ولكن انا حبيت اقول لك الفيديو ده من دلوقتي علشان خاطر تطمن نفسيا وتحاول، ويعني ما تبقاش لسه عايش في دوامة اليأس والاحباط اللي انت بتعيش فيها في الفترة الحالية. الدنيا تقدر تتلم بكل سهولة يا جماعة، الدنيا بسيطة جدا مفيش اي كلاكيع. اعمل بس اللي قلت لك عليه وصدقني بعد ما تخرج من كل امتحان هتقول لي فعلا شكرا ليك يا باشمهندس عبد الرحمن، انا عملت اللي انت قلت عليه وفعلا لقيت نتيجة كويسة جدا جدا. وعايز اقول لك ان انا عملت تركاية من اللي انا قلت لك عليهم دول هبقى احكيها في فيديو، يعني مش هحرق لك اي حاجة بصراحة، انت هتنبهر من الحدوته اللي انا هبقى احكيها لك دي. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبك. لو عجبك طبعا ما تنساش ان انت تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه تنزل حالا تشترك في القناه عشان يوصلك جديدنا اول باول. واكتبوا لي تحت في التعليقات هل انتوا استفدتوا من الفيديو ولا لا، او يعني انا بفضل دايما ان الكلام يكون بصيغه النسبه المئويه، يعني قول لي انت في الفيديو او في الكومنتات استفدت من الفيديو ده بنسبه كام في المية مثلا. يعني اتمنى يعني ان انتوا كلكم تقولوا لي في التعليقات ان انتوا استفدتوا بنسبه 100%، هكون مبسوط جدا جدا يعني. بس كده اشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير في الحلقه اللي جايه. كان معاكم باشمهندس عبد الرحمن المتولي، اشوفكم على خير في امان الله.